انسي هم الفطار واعملي بوريك الافران في البيت، هيطلع بقى بالجمال اللي احنا شايفينه ده، هش وطري وطعمه حلو جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ونشوف عملنا الجمال اللي قدامنا ده ازاي. عندي نص كوبايه من الميه الدافيه، ضفت عليها معلقه كبيره من الخميره ومعلقتين من السكر وقلبتهم وسبتهم على جنب. كيلو من الدقيق، نص معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وثلاث معالق من اللبن البودر. هقلبهم كده في العجان كويس جدا الاول مع بعض، وانزل كده بالخميره، ربع كوبايه من الزيت، وهنضيف كمان بقى معلقه كبيره بس مليانه كده من صلصه الطماطم، معلقه كبيره كمان من الخل، هضيف كوبايه من اللبن الدافي وكوبايه من الميه الدافيه، هنزل بيها كده بالتدريج. هقلبهم كده مع بعض حوالي 7 دقائق، هتطلع معايا عجينه حلوه جدا طريه ولينه بالشكل ده. دهنت البوله كده زيت وخليتها بقى تخمر كده على مهلها. وهنا بعد ما خمرت هبدا بقى كده اعملها على 4 كور. هجيب صينيه مرشوشه كده عليها رشه من الدقيق، وهبدا كده ارص الكور بتاعتي على الصينيه واغطيها عشان وشها ما ينشفش. خدت اول كوره وفردتها كده دايره زي ما احنا شايفين. هجيب كوبايه وهبدا كده اقطع بقى بالكوبايه عشان كلهم يطلعوا قد بعضهم. العجينه كده هناخدها تاني الزياده دي ونعملها كوره ونسيبها ترتاح عشان برضه هنشتغل فيها. هبدا كده بقى احشي جبنه، وهخلص كده الكميه كلها بنفس الطريقه، وهرصه بقى كده في الصواني بتاعتي اللي انا دهناها دهنه بسيطه من الزيت. وبعد ما يخمر هدهن كده وشه برشه بسيطه وكده من اللبن، وهدخله بقى على فرن ساخن درجه حراره 180، هيقعد بس 10 دقائق، هيطلع بالجمال ده. بعد ما هيطلع هرشه كده رشه من الميه واغطيه.